برج القوس وتوقعات شهر ديسمبر 2025. كل سنة وانتم طيبين يا برج القوس، شهر عيد ميلادكم. حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويكون شهر جميل عليكم. بيقفل برج القوس السنة في 2025 بقرار حاسم بيحدد مصير حياته اللي جاية. كان في وضع متعلق قبل كده متردد جدا انك انت بتاخد فيه قرار في شهر ديسمبر. حتى لو كان القرار ده مهما كانت عواقبه، بقرر انك انت تاخده وتخلص من الموضوع ده تماما. في فرصة جميلة جدا بتتعرض عليك في شهر ديسمبر، وبالأخص في نص شهر ديسمبر، إن بتكون بداية أو شراكة أو دعم من حد من شركائك. في أول الشهر خلي بالك من مصاريفك يا برج القوس، وخلي بالك من القرارات المتهورة النارية. الشهر ده بيحمل لك حاجات جميلة جدا، بتساعدك انك انت تاخد خطوات جريئة وقوية للسنة الجديدة، بتحدد فيها المسار بتاعك. في عندك مغامرة جديدة، وفي عندك لقاء مصيري بيتم في شهر ديسمبر. في حاجات بتقررها، وفي في مقابلة مهمة جدا بقرر فيها المقابلة دي حاجة انت او قرار انت كنت متردد فيه بقالك شوية، وكنت بتفكر فيه بقالك فترة. تمام. الشجاعة مش في التحرك، لكن في التحرك بحكمة. افتكر كده دايما، طول شهر ديسمبر بتقفل مرحلة وبتبدأ مرحلة جديدة. يا برج القوس، بيتفتح لك باب السفر، باب أرزاق، باب علاقات مهنية، باب شراكات. بتتفتح لك دنيا جديدة في شهر ديسمبر مع عيد ميلادك يا برج القوس. الحظ كله بيدعمك في شهر ديسمبر، وتغيرات جميلة جدا بتطرق على حياتك في شهر ديسمبر إن شاء الله. لو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك، خليك معايا للآخر حتى لو أنت مش برج القوس. يلا بينا ناخد رسالة من الأوريكل. التضحيات، بطل يا برج القوس تبطل تفكر في التضحيات. النصيحة بتقولك ركز على نفسك وما تضحيش بأي حاجة علشان خاطر أي حد ما يستاهلش. وخلي بالك من أحلامك، اتمسك بأحلامك كويس قوي، عشان الفرص اللي جاية هتحقق لك حلم كبير كنت بتحلم بيه بقالك فترة. وخلي بالك من القرارات المتهورة تاني. حاول انك انت تاخد بريك وتلعب، بتلعب حاجة بتحبها، تعمل حاجة بتحبها. حاول انك انت تعمل اي حاجة انت بتحبها في شهر ديسمبر. في شهر ديسمبر بيكون الديتوكس تايم، او وقت التطهير، المعدة، تطهير الدايت، الكلام ده كله. بيكون الوقت ده مناسب جدا انك انت تطهر حياتك من التوكسيسيتي، حتى العلاقات السامة. مش محتاج انك انت تعمل اي حاجة عشان تثبت وجودك للناس اللي حواليك. كده كده انت من غير اي حاجة متشاف، يعني مش محتاج تعمل حاجة علشان حد يشوفك. انت كده كده نجاحك سبقك، وخطواتك هتكون متشافة كويس جدا. الوحدة هي جزء من الحياة. يعني ما تزعلش لو انت قعدت لوحدك شوية شهر ده، بالعكس انت بتاخد خطوة لورا علشان تفكر صح باستراتيجيات جديدة. حاول انك انت ما تفكرش كتير، علشان في مفاجأة حلوة جاية لك فجأة. ممكن يكون ما عندكش وقت انك انت تحضر شنطة سفر، يجي لك خبر سفر. ممكن يكون ما عندكش وقت انك انت تعمل او ترتب لحدث، والحدث ده جميل وبيجي لك فجأة. الحياة قصيرة جدا، حاول انك انت تستمتع بيها للآخر، وحاول انك انت تكون يعني علشان تكون سعيد. جراوندنج، بتبدأ انك انت تثبت اقدامك في حاجة بدأتها. بتحاول انك انت او بتبدأ انك انت في شهر ديسمبر تشتغل عليها اكتر، علشان خاطر وتدعمها اكتر، علشان تثبت موقفك وتحوطك بالأمان في شهر ديسمبر. تكبر زي ما يكون مثلا بيزنس فتحته جديد، حاجة بدأت تعملها، مذاكرة جديدة
بتشتغل عليها أكتر وبتنميها في شهر ديسمبر. خلّي بالك من علاقات اللي أنت داخل فيها جديد يا برج القوس، لإن لازم تاخد احتياطاتك جدًا. مش كل الورد بيكون نقي، الورد اللي بييجي لك مش كل الورد بيكون حقيقي وبينُم عن حُب. في ناس بتحاول إنها تتملّقك وتخبّي حقيقتها في شهر ديسمبر. وبيقول لك إنّك أنت في شهر ديسمبر بتتع ب بت بتواجه مرحلة جديدة من الحياة، وهي بتكون مرحلة development أو تطور في شخصيتك. بتبدأ إنك أنت يحصل لك تطور في شخصيتك وبتشوف الأمور بنظرة جديدة، نظرة بتكون نتيجة الدروس اللي اتعلمتها الفترات اللي فاتت. في حد بيقولك أنت وحشني قوي يا برج القوس وبيفكر فيك على طول. كمان بيقول لك إن في حاجة هتحصل فجأة، في حاجة هتحصل فجأة الشهر ده زي ما قُلنا. خلّي بالك في حدث غير متوقع بيحصل معاك فجأة. الحدث ده بيكون حدث جميل وإيجابي وإن شاء الله بيكون يعني بيدعم مستقبلك المهني. وبيقول لك إن في توقيت إلهي برضه عندك. نفس الكروت كلها بتكرر بعضها وبتأكد إن أنت في عندك مفاجأة جميلة جاية لك بتوقيت إلهي. بيقول لك خلي بالك دايما آم، من الكذب اللي حواليك. لو في حد بيحاول يكذب أو يلف ويدور حواليك، حاول إنك أنت تنتبه علشان خاطر الحقيقة هتبان لوحدها، يعني ما تشكّكش في حدسك. في خيانة بتكتشفها يا برج القوس سواء كانت في الصداقة أو في العلاقات اللي حواليك في شهر ديسمبر كمان. وكمان بيقول لك إن في حد فيكم يا شباب اتربى مع single parent، مع أم بس أو أب بس وعانى من الموضوع ده في الصغر أو مؤخرًا، فبيتعود إن هو يشيل المسؤولية. فبيقول لك إن دي حاجة جميلة جدًا إنك أنت اتربيت على كده. فأنت اتربيت على إن أنت تكون صاحب مسؤولية أو تقدر تشيل مسؤولية الناس اللي حواليك بسهولة. يلا بينا نشوف توقيت برج القوس إيه في شهر ديسمبر 2025 يا شباب. تاني بنقول إن في حوار بيحصل، بتقول بعد الحوار ده الحمد لله إنك أنت اكتشفت حاجات كتيرة جدًا، وبتقول إن الحمد لله إنك أنت واجهت واتكلمت وحصل الحوار ده بكل أريحية. بتقرر إنك أنت تقفل علاقة وتمشي منها وترحل منها تمامًا وتقفلها تمامًا. دي آخر مرة أنت بتفكر في العلاقة دي وخلاص، وبتخطط إزاي أنت هتبدأ بعديها من أول وجديد. أنت بقى لك فترة يا برج القوس بتحاول إنك أنت تاخد قرار وبتحاول إنك أنت ما تنهيش العلاقة دي، لكن خلاص بعد ما بتنهي العلاقة دي بتبدأ وضعك المالي زي ما تقول كده. في ناس لما بنخرجهم من حياتنا بنكتشف إن هم كانوا نحسنا، كانوا فقرنا، كانوا مضايقنا، أيًا كان. المهم إنك أنت بتكتشف في الوقت ده إنك أنت بعد ما بتنهي العلاقة دي وضعك بيستقر ماديًا وعمليًا، وبتيجي لك مفاجأة جميلة جدًا بتدعمك وبتدعم وضعك المهني ووضعك العملي. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي يا برج القوس ويهديكم للقرار الصح إن شاء الله يا حبايبي. نكمل أو ناخد رسايل من حبيبك الأول ما دام طلع في طاقتك بالشكل ده. بيقول لك أنا سِبتك قبل ما أنت تسيبني. مين فيكم اللي ساب التاني؟ احكوا لي يا شباب في الكومنتات، احكوا لي وقولوا لي بتتفرجوا على الفيديو ده منين أو بتشوفوني منين. وبيقول لك إن هو عارف إنه تسبب لك في آلام كبيرة، وبيقول لك إنه شافك وأنت سايبه قبل ما يعمل كده. هو حس إنك أنت هتسيبه فمشي وسابك الأول. يا ريت تحكوا لي في الكومنتات وتقولوا لنا. بيقول لك إن هو فاكر كل تفصيلة حصلت في اليوم ده كمان.
وبيقول لك انك انت قربت منه اكتر من اي. وبيقول لك كمان ان حياته مش دلوقتي مش زي ما كانت وانتوا سوا. وبيقول لك انا عارف ان انا اتعديت حدودي معاك. وبيقول لك ان في حاجات كتير حواليه بتفكروا بيك يا برج القوس. يلا بينا مكملين يا شباب. على قد ما هو متعلق بيك على قد ما هو عايز يواجه وعايز يتكلم وعايز يقول زي ما انت عايز تتكلم. هو كمان عايز يعمل كده وهو كمان عايز، بس عايز يعمل كده بتخطيط وباستراتيجية مختلفة عنك شوية يا برج القوس. تخطيط وخداع. بيحاول ان هو يفكر ازاي هيدخل لك وازاي هيتكلم. قعد يفكر كتير وقعد يشوف ازاي هيدخل لك ازاي هيتكلم. في حب جديد كمان باين في طاقتك يا برج القوس، وفي حد جديد بيحاول ان هو يتقرب منك، بس في بطء في العلاقة. حد جديد مستعد يعمل اي حاجة علشان خاطر بس تقابله وتسمع له. حد جديد بيبدأ ان هو يدخل في طاقتك من اول وجديد. بيحاول ان هو مش من اول حد جديد جديد تماما فريش. انت فعلا عندك رحيل من العلاقة، خلاص بتمشي. خلاص انت انتهيت، خلصت عليك العلاقة دي للأسف، بعد الشر يا حبيبي، بعد الشر عليك. خلاص استنهكت. مش عايز غير تعيش في سلام. انت خلاص دلوقتي عايز تعيش في سلام، عايز تمشي امورك العملية امورك المادية. اخد الحب اللي جوايا ده واللي في قلبي وامشي في من سكات، لان انا خلاص انا مبقتش عارف اعيش كده. الوضع الحالي في حياتك مش عاجبك وما انتش راضي عنه. انت مش شايف انك انت تستاهل كده، انت شايف انك انت تستاهل احسن من كده بكتير. بتبدأ انك انت تمشي امورك العملية، بس بتستنى خبر او رسالة. مستني انت حاجة تجيلك علشان تخليك تاخد خطوة مهمة في حياتك يا برج القوس. قلنا خطوة محورية بتغير كل مصير حياة. انت أدرى، انت أدرى انت مستني ايه. انت عندك تغير جوهري، بتحاول انك انت تخلص الموضوع ده قبل آخر السنة. ب ب في حد شريك بيعرض عليك بداية جديدة عملية، وبيشتغل جامد جدا وبيعرض عليك على الشراكة العملية اللي اتكلمنا فيها من شوية. هو عرض عملي أو مهني جديد، وحاسس ان انت اللي هتدعمه باستراتيجياتك بدماغك بالتكتيك بتاعك او بالاسلوب بتاعك. طبعا برج القوس معروف جدا انه شاطر في التخطيط وفي المواجهات القوية. هو عارف انك انت بتدعمه، بيشتغل بيخطط جامد جدا على الموضوع ده. و شايف ان من العدل ان انتوا تكونوا سوا، لان انتوا سوا هتكملوا بعض وهتكون شراكة قوية وهتحقق له النجاح اللي هو بيفكر فيه. في حيرة جامدة جدا في أمرك أنت. هو شايف انك انت يا برج القوس مش مديله عقاد نافع، او مش مديله الخيار الصح، مش مديله الخيط الصح اللي هو هياخد بناء عليه القرار ان انتوا هتكونوا سوا. ولا يعني زي ما تقول كده انت معومه منيمه، مش بتديله كلمة نهائية. مرة تقول له اوكي، مرة تقول له لا. انا ما اعرفش، احكوا لي يا شباب وقولوا لي ايه حكايتكم. طبعا مش كل كيسز زي بعضها هنا. في ناس وضعها مختلف عن بعضها، وفي ناس واضحة وعارفة هي هتعمل ايه كويس قوي. ممكن تكون في حاجة مأيداك يا برج القوس عن القرار ده، او في حاجات عاملة لك عوائق ما بينك وما بين الفرصة دي.
هتتخلص منها في شهر ديسمبر، والطريق بيفضى خالص وبتوصل لهدفك إن شاء الله قبل نهاية السنة. ناخد نصيحة تانية ونشوف. الكروت بتقولك أو الأوريكل بيقولك إنك أنت بتدخل في حالة استشفاء داخلي، وخلاص أنت داخل في مرحلة الحمد لله، أنا دلوقتي بقيت أحسن، أنا دلوقتي أقدر إن أنا آخد الخطوة اللي أنا متردد فيها بقالي فترة ومش عارف الدنيا بتقف ليه. زي ما تكون كده كان في عندك عوائق أو في عندك عكوسات الفترة اللي فاتت، خلاص كل المواضيع دي بتتحل خالص، وأمورك بتمشي وبتتيسر في شهر ديسمبر إن شاء الله. صدق حدسك الداخلي وصلي كتير يا برج القوس، صلي وادعي علشان خاطر اللي جاي جميل جدا، واللي جاي إن شاء الله أحسن يا شباب. أنا عارفة إن برج القوس بيزهق بسرعة، صح؟ يلا بينا مكملين مع برج القوس 3 أسئلة، نشوف على يعني خليكم معانا للآخر. يعني احنا دلوقتي بحب ألخص لكم القراءة اللي احنا قلناها أو اللي احنا قلناه. انت بتتحلى بروح الحكمة والعقل في شهر ديسمبر، بتخطط جامد جدا لأن بتظهر لك فرص كتير، بتقفل موضوع كان تعبك وكان زي متعلق، خلاص بتنهيه تماما ومش بتبص وراك تاني، وبتاخد القرار الصح وبتحس انك انت فعلا كده تمام، وبتبدأ انك انت يجيلك لما بتنهي الموضوع ده ولما بتخرج الشخص ده من حياتك، بتبدأ انك انت ظروفك العملية تتحسن واوضاعك المالية تتحسن اكتر، وبتركز على شغلك وبتنجح فيه جامد جدا. بل بالعكس بتتعرض عليك شراكات وبتظهر لك فرصة جديدة جميلة جدا، بتبدأ انك انت بالفرصة دي بتأسس مركزك المالي ومركزك المادي والمهني أحسن من الأول. طيب يلا بينا نسأل 3 أسئلة ونشوف إجابتهم إيه. لو أنتوا منفصلين، بيكون في رجوع لآخر السنة لحد قبل آخر السنة ولا لأ؟ والله في قرار بيحصل سواء كان جواز او طلاق. يعني انا معرفش لو انتوا زعلانين مثلا، يا اما بتتصالحوا، لو انتوا وبتتجوزوا تاني او بتوثقوا تاني، او بترسموا تاني، يعني بتحتفلوا بالرجوع ده. يا اما لو انتوا عايزين تطلقوا بتطلقوا وبتبعدوا عن بعض. بس في حاجة قوية بتحصل، حاجة مصيرية بتحصل مع برج القوس في شهر ديسمبر 2025. طيب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل يا برج القوس، هل بتقابل حد جديد في شهر ديسمبر 2025 ولا لا؟ ايوه، وبيكون حب جديد وحب جميل، وبيحصل فيه مشاعر حلوة جدا، وبتكون سعيد، يعني في حاجة هتفرحك، حاجة كلها حب. طيب حط أي سؤال في عقلك وبالك ونشوف الإجابة ولا لأ. يلا بينا. معرفش، هو برج القوس طالع له كأن في محكمة، يعني لو أنت عندك محكمة أو قرار أو حاجة بتتحكم ليك، العدل بيتحقق في شهر ديسمبر. شهر ديسمبر بيختلف عن باقي الشهور يا برج القوس معاك، إن في عدالة بتتحقق في جميع أوضاعك. زي ما بتقول كده ميزان حياتك كله بيتعدل، وبتبدأ إنك أنت حياتك تتظبط. كل الحاجات اللي كانت واقفة قدامك وكل المعوقات اللي كانت واقفة قدامك بتتظبط إن شاء الله في ديسمبر 2025. شكرا يا حبايب قلبي ونورتوني.